أسلم عمرو بن العاص بعد تفكير طويل وتدبر كبير، وقد قال عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. اللهم أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فما انتهينا، ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين. بهذا الدعاء الضارع الراجي ودع عمرو بن العاص الحياة واستقبل الموت. وقصة حياة عمرو بن العاص غنية حافلة، كسب خلالها للإسلام قطرين كبيرين من أقطار المعمورة هما فلسطين ومصر، وترك للمسلمين سيرة ضخمة ملأت الدنيا وشغلت الناس دهرا طويلا. تبدأ هذه القصة قبل الهجرة بنحو نصف قرن من الزمان، حيث ولد عمرو، وتنتهي في سنة 43 بعد الهجرة حيث وافاه اليقين. أما أبوه فهو العاص بن وائل، أحد حكام العرب في الجاهلية، وسيد من ساداتهم المرموقين، وواحد من الذين يرتفع نسبهم إلى الذؤابة من قريش. وأما أمه فلم تكن كذلك، وإنما كانت سبية، لذا كان حساده يلاحقونه بذكرها وهو جالس على كرسي الإمارة أو مرتق فوق منابر الخطابة، حتى إن أحدهم قد أغرى رجلا على أن يقوم إليه وهو مرتق على المنبر وأن يسأله عن أمه، وذلك لقاء مبلغ جزل من المال أغدقه عليه. فقام الرجل وقال: من أم الأمير؟ فضغط عمرو على نفسه وتذرع بحلمه، ثم قال: هي النابغة بنت عبد الله، أصابتها رماح العرب في الجاهلية فبيعت بسوق عكاظ، فاشتراها عبد الله بن جدعان، ثم وهبها للعاص بن وائل يعني أباه، فولدت له فأنجبت. فإن كان بعض من مزق الحسد قلبه قد جعل لك شيئا من المال فخذه. وحين أخذ المعذبون من المسلمين يهاجرون إلى الحبشة للتخلص من بطش قريش ونكالها، ويستقرون في رحابها فرارا من بني قومهم، عزمت قريش على استعادتهم إلى مكة وإذاقتهم ألوانا من العذاب. وقد اختارت عمرو بن العاص للقيام بهذه المهمة لما كان بينه وبين النجاشي من أواصر ود قديم، وزودته بما كان يؤثره النجاشي وبطارقته من الهدايا. فلما وفد على النجاشي حياه وبياه وقال له: إن نفرا من قومنا قد كفروا بدين آبائهم وأجدادهم واستحدثوا لأنفسهم دينا جديدا، وقد أرسلتني قريش لاستئذانك باستعادتهم إلى قومهم ليردوهم إلى دينهم ويعيدوهم إلى ملتهم. فاستدعى النجاشي نفرا من الصحابة، سألهم عن دينهم الذي يدينون، وإلههم الذي به يؤمنون، ونبيهم الذي جاءهم بهذا الدين. فسمع من كلامهم ما ملأ قلبه يقينا واطمئنانا، ووعى من عقيدتهم ما أفعم فؤاده تعلقا بهم وإيمانا بدينهم، فأبى أن يسلمهم إلى عمرو بن العاص أشد الإباء، وأعاد له ما أتحفه به من الهدايا. ولما عزم عمرو بن العاص على الرحيل إلى مكة قال له النجاشي: كيف يعزب عنك أمر محمد يا عمرو على ما أعرفه من رجاحة عقلك وبعد نظرك، فوالله إنه لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. فقال له عمرو: أأنت تقول ذلك أيها الملك؟ فقال النجاشي: إي والله، فأطعني يا عمرو وآمن بمحمد وما جاءكم به من الحق. ودع عمرو بن العاص الحبشة ومضى على وجهه لا يدري ما يفعل. فقد أخذت كلمات النجاشي تهز فؤاده هزا، وظل حديثه عن محمد وما جاء به من الحق يدفعه إلى لقائه دفعا، لكنه لم يكتب له ذلك إلا في السنة 8 للهجرة، حيث شرح الله صدره للدين الجديد، فمضى يحث الخطى نحو المدينة المنورة للقاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإعلان إسلامه بين يديه. وفيما هو في بعض طريقه التقى بخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، وهما يمضيان إلى حيث يمضي ويقصدان ما يقصد، فانضم إليهما ومضى معهما. فلما قدموا على النبي
صلوات الله وسلامه عليه. بايعه كل من خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، ثم بسط الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يده لعمرو، فقبض عمرو يده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمرو؟ فقال: أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام والهجرة يجبان ما قبلهما، فبايعه عند ذلك. لكن هذه الحادثة تركت أثرها في نفس عمرو بن العاص، فكان يقول: والله ما ملأت عيني من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تمليت من النظر إلى وجهه حتى لحق بربه. وقد نظر الرسول إلى عمرو بن العاص بنور النبوة، وعرف ما يتمتع به من طاقات فذة، فأمره على جيش المسلمين في غزوة ذات السلاسل، على الرغم ممن كان في الجيش من المهاجرين والأنصار وأصحاب السابقة إلى الإسلام. ولما استأثر الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وآلت الخلافة إلى الصديق رضوان الله عليه، أبلى عمرو بن العاص في حروب الردة أعظم البلاء،